ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازيكم؟ وحشتوني قوي 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 قوي. بصوا، دي بليله اللي انا عملتها معاكم الفيديو اللي فات. بصوا جميله ازاي، تحفه. تطلعيها كده يا دوبك تسخني، ولا تحطي رز ولا تحطي لبن ولا رز ايه رز ايه. لا تحطي لبن ولا تحطي سكر ولا تحطي فانيليا ولا تحطي اي حاجه خالص. تاخديها تاكلي على طول. كده اسهل من اللي بيعمل البليله لوحدها ويرجع يحط عليها اللبن ويرجع يحط السكر ويرجع يظبطها يعني. هنا بعمل معاكم نسكافيه، مش بالمضرب بقى عشان الناس اللي ما عندهاش مضرب. بوريكم الطريقه اللي هي بتاعه الشاليمو ديت. بتقصقصيها من تحت تخليها عامله زي المروحه، وبعد كده تعملي بيها. بصوا كميه الفوم بقى اللي بتطلعها. يعني بصوا، انا بجربها معاكم اهو، عشان انا قلت لكم عليها برضو قبل كده، فقلت اوريها لكم كده عملي. هنا كنت بحط لبن بقى، بس حطيته من التلاجة على طول. بصراحه كنت مستعجله وعايزه انجز وعايزه اشرب كوبايه. اهي بصوا، تحفه. تعالوا شوفوا المطبخ. يعني مش بتكركب قوي يا جدعان. بصوا انا عملت البليله للعيال. انا ما اكلتش بليله، نفسي ما كانتش رايحه لها، يعني ما كنتش عايزه اكل بليله، نفسي راحت لبيت مع جبنه فيتا. فبحط اهو من السمنه البلدي بتاعتي اللي انا عاملاها، ما عملتهاش معاكم. بس هبقى انزل لكم ان شاء الله طريقتها لو عايزينها. انا منزلاها على اليوتيوب، بس ان شاء الله ممكن ابقى انزلها لكم هنا لو انتوا عايزين الطريقه يعني. عملت بيت كده. عايزه اقول لكم السمنه دي تحفه 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 تحفه. بقالي سنين اصلا ما بستعملش الاكل غيرها. اهو بصوا، سخنت عيش كده، وادي البيض وادي الجبنه. ما حدش بقى يبص على المواعين اللي ورا دي، سيبكم منها ولا كأنكم شايفين حاجه. مشغله الغساله للمره 15 ولا 50. بصوا، بصوا المواعين. بس عادي عادي عادي، نفطر ونرجع. بصوا نخش على ده كله. رحت فطرت والغسالة بقى شغالة جنبي. دي على ما اعتقد كده يجي رابع دورة او خامس دورة. كان عندي كمية غسيل كتيرة. وكنت ايه، مكسلة عليهم، لان عندي كمية غسيل على الحبل، وبرضه مكسلة عليهم ألمهم. وعندي كمية غسيل على كرسي الانتريه، وبرضه مكسلة اطبقهم. مش عارفة في ايه. مش عارفة في ايه جايلي بالكسل والتعب. وبصوا يعني مش عارفة في ايه. آه انا قلت مش عارفه في ايه كتير كتير. المهم فطرت بقى. مشي. وعملت بقى ايه، قمت على المواعين، قلت اشطبها كده عشان يبقى الحوض فاضي، ما يبقاش في اي حاجه خالص. انا النهارده عندي اكل، الحمد لله عندي اكل. بس اوضه الاطفال عايزه تتظبط، عايزه تتمسح وتتنفض وكده. انا كنت غيرت لها الملايات. بس كانت عايزه بقى ايه تتظبط كده. والعيال بيبقوا موقعين حاجات بقى تحت الترابيزة اللي بيذاكروا عليها، والدنيا مكركبة. فايه، هخلص واخش على اوضة الاطفال. الدنيا بايظة جوه خالص. بصوا المواعين يعني ايه، ما بتاخدش ثواني زي ما انتوا شايفين كده. بصوا ثانية وتك تك تك تك، خلاص خلصت المواعين. شايفين عاملة ازاي المواعين؟ طبعا ده مش حقيقي يعني، ده احنا بنسرع. يا ريتها بجد تكون بتخلص كده في الحقيقة. انا ساعات وانا بغسلها بحس ان انا عايزة ايدي تمشي تك 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 كده بسرعة، تخلصهم اوام يعني، فاهمين؟ بس طبعا ده في الاحلام يعني. عادي، هنخلص برضو المواعين ونشطبها ونعملها. قولولي بقى ايه رأيكم في الفيديوهات بتاعتي، وايه رأيكم في الصفحة. بصوا شفتوا كمية الحلل بقى اللي كانت مركونة على البوتاجاز دي. طبعا انا هعملها بقى لوحدي كده عشان ما ازهقكوش، عشان ما اطولش عليكم في فقرة المواعين، عشان ما تكرهوهاش اكتر ما كلكم بتكرهوها اكيد يعني. نضفت الرخامة اللي ورايا، هي كانش فيها حاجات كتير، شوية مواعين كانت عايز ترجع مكانها، كانت مغسولة عايز ترجع مكانها، وكم طبق كده بس. اهو غسلت الحلل، حطيتها بقى تتصفى هنا اهو، وظبطت الدنيا ومفيش كده خلاص. الدنيا تمام. طلعت بقى الاكل اللي عندي اللي جاهز. عندي طواجن جاهزة يا جدعان، جاهزة في التلاجة. عشان كده بقولك لما تيجي تعملي اكل، اعملي اكل بزيادة، وان شاء الله حتى توقفيه على السوا. يعني هم عندي مش مستويين، بس عادي تمام مفيش مشكلة. يا دوبك هزق في الفرن، بس هعمل جنبي بس الاكل شوية سلطة. نفسي كده راحة السلطة كده كاملة متكاملة، خيار وطماطم وجزر وفلفل الوان، اللي هو كيلو بتاعه ب45 جنيه. مش عارفة
مش عارفة هنعمل ايه تاني، يعني مش عارفة. المهم اعمل شوية سلطة كده هنا حلوين. وبعد ما اخلصهم احط عليهم كده ايه، شوية ملح، وبحط حبة صغننين قوي كده من الخل، نص معلقة صغننة ولا معلقة صغننة كده من الخل، وبحط رشة سكر عشان الطماطم. بحط على السلطة رشة سكر، ايوه زي ما سمعتوا. طالما في طماطم احنا لما بنيجي نسبك دايما الطماطم بنحط لها سكر، فطبيعي دي برضو طماطم هتتاكل. على فكرة هو السكر ما يعني مش بيسكر السلطة ولا حاجة، بس بيبقى حلو مع الطماطم، بيعادل الحموضة اللي فيها. فهي رشة صغيرة كده مش بتفرق في الطعم خالص، بس هي بتبقى حلوة. يعني مش هتخليهولكم مسكرة ولا حاجة. قطعت كده بقى الطماطم والخيار، وهقطع كمان الفلفل الاصفر والجزر هبشره. عايزه اقول لكم كنت ببشره وانا خايفه اصلا من المبشره، لان شالت الجلده بتاعت صباعي من كام يوم. انا بخاف من المبشره جدا اصلا، يعني المبشره دي بخاف منها جدا. آه وهعمل كمان شويه بطاطس. قولولي بقى لو انتوا وصلتوا لحد هنا، توقعوا كده الطواجن دي فيها ايه. توقعوا، اكتبولي كده في التعليقات. اكتبولي في التعليقات، قولولي توقعتوا الطواجن دي فيها ايه قبل ما تشوفوا بقى الطواجن. بس عايزه اقول لكم والله ان الطريقه دي بتبقى حلوه جدا. يعني انا باجي مثلا اعمل اكل، مش دايما بس في حاجات وحاجات، بروح عامله مثلا لو انا هعمل حواوشي، بروح حاشيه الرغيفه كلها. طبعا بالزياده، بعمل على قد ما احنا ما هناكل النهارده، والباقي زي ما هو الرغيف بحاله. باحطه في الفريزر زي ما هو، يعني باحط الرغيفة فيها اللحمة أو فيها الفراخ، لو انتي عاملة حواوشي فراخ أو حواوشي سجق بقى زي ما تحبي، باحطها في كيس وباحطها في الفريزر. اجي في يوم مثلا مش قادرة اعمل أكل، اعمل جنبهم شوية بطاطس محمرة وسلطة وخلاص، بس على كده. مثلا عاملة أكل في يوم، وعندي حد من الولاد مش عايز ياكل الأكل ده. يعني مثلا ساعات ببقى عاملة أكل، بلاقي حد يقول لي لا يا ماما، نفسي مش رايحه للاكل ده. او عندي حد مثلا كلنا بنحب اكله وحد واحد اللي مش بيحب الاكله دي مثلا، فاروح مطلعه له من الفريزر الحواوشي، واروح حطاله وياكل. يعني اعمل له هو لوحده على قده. ممكن مثلا مره برضو ابقى عامله سمبوسك، اروح عامله ومحمره على قدنا، وسايبه برضو طبق كده فويل حاطه فيه ومظبطاه ومغلفاه وحاطاه في الفريزر. اجي في مرة تانية مثلا عاملة أكلة وعايزة أزود جنبها، العيال يا ماما نفسي ما تعملنا سمبوسك وأنا مكسلة مثلا أو ما عنديش، أروح مطلعة وعاملة لهم. يعني في أفكار لأكلات كتيرة قوي قوي. ممكن إن انتي تعمليها وتحطيها في الفريزر، تريحك بعد كده هتخلي إن انتي تسهلي على نفسك وقفة المطبخ، غير بقى التفريزات اللي بتفرزيها. مش شرط تكون تفريزات من السنة للسنة يعني. انتي بس بتصلصي صلصة، بتعملي التوم. ممكن برضو تفرزي البصل، بحيث انتي تطلعي الكيس الصغير على قد الأكل على طول، او تطلعي الكيس تكسري منه حتة تاخديها للأكل على طول. يعني في حاجات كتيرة قوي 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 ممكن ان احنا نسهل على نفسنا فيها. ممكن في كل فيديو اكلمكم ازاي تسهلي على نفسك في الوقفة في المطبخ. يعني انتي تسهلي على نفسك وقفة المطبخ، بحيث ان انتي ما تزهقيش. كلنا بنزهق من وقفة المطبخ. بصوا الدنيا عندي رايقة اهي ونضيفة اهو، الدنيا زي الفل، مفيش اي حاجة. كل اللي هيتعمل ان انا هزق، بصوا المواعين منظر يفتح النفس. المواعين مش عارفة اجمع الكلمة. اما المواعين تبقى مغسولة والحوض فاضي كده، يا بصوا كل المواعين مغسولة اهو، والغسالة شغالة. بصوا جبل الغسيل يا جدعان، بصوا جبل الغسيل يا جدعان، جبل 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 من تحت لفوق. جبل جبل. يعني هزق بقى الطواجن في الفرن واروح انشر الغسيل ده، يكون اللي في الغسالة قرب يخلص انشره برضو معاه. الارض ممسوحة ونضيفة وبتلمع وزي الفل اهي، شايلة المشاية بتاعتها ان عايزة تتغسل وانا مكسلة جدا. حطولي بقى لايك كده جامد قوي زيكم. طلعت هنا بقى الطواجن، حمرت البطاطس والسلطة جاهزة. كنت انا بقى نشرت وظبطت شوية حاجات بره. بصوا طواجن شكلها يفتح النفس بجد. انا كنت في المرة ديت، يعني كنت في مرة عاملة مكرونة بشاميل، وعملت ايه، عملت صينية كبيرة على قدنا،
ورحت عاملة ال3 طواجن دول، ورحت مغلفاهم بالفويل، ورحت شايلاهم، تشيليهم في التلاجة، تشيليهم في الفريزر، اي حاجة، المهم تطلعيهم بدري عشان ما تدخليش الفخار من التلاجة او الفريزر للفرن على طول يطق. لان انا كنت بعمل الحركة دي كتير، وكنت بعملها كمان مش هتتخيلوا في الحلل الاستانلس، وكانت بتطق مني وتبوظ. يلا لو وصلتوا لحد هنا معايا حطولي لايك، وقولوا لي رأيكم في الكومنتات في الفيديو. هنا بصوا بقى الطفاصة قبل ما اطلع اصلا الطواجن ريحتها حلوة قوي وطعمها جميل، بتبقى مختلفة تماما عن اللي في الصينية المكرونة البشاميل. يلا قولوا لي بقى مين بيحب المكرونة البشاميل زي كده. بصوا ان شاء الله هبقى اعملها معاكم في مرة بالتفاصيل، يعني اعملها معاكم من اولها لاخرها، تحفة. حطولي لايك بقى وشاركوا الفيديو مع اصحابكم، وكل اللي عندي في الصفحة يا ريت يضيف صحابه. باي باي.